ما قلت لي يا معلم سراج ايش اخر مشاريعك؟ ابشرك، فكيت لي مغسله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ألف مبروك يا معلم، ألف مبروك. ما شاء الله. على كذا يا معلم راح تغسل ملابس ببلاش؟ يا واد انت ما تسيبك السلتحه، ما صدقت على الله سمعت اني فتحت مغسل على طول جيت تغسل عندي بلاش. الله يهديك بس. اعرف الحركات هذه، انت ما تبغانا نيجي نغسل مجانا. لا يا بني ادم، اصلا هذه المغسله ما تنفع لكم لانها مغسله خيريه. طلعت مو حقته، طلعت حقت خيريه. هذه مغسله اموات. طيب الاموات ايش يغسلوا عندك؟ يا بالله شوف وجه السمكة ده يا ابن الحلال. أموات يعني استناهم لين يموتوا وبعدين يا أخي ياخذوا ملابسهم ويغسلوها. انتوا ناس اغبياء انتوا ولا ايه؟ معليش اقول لك كيف تغسل الاموات؟ كيف اغسل الاموات؟ يبغوا يشيلوا هذا من هنا دحين لا اديك على وجهك ده. معليش يا معلم، أنت قصدك أموت أول بعدين تغسلني؟ يا الله، انت بالذات موت بس وغسيلك عندي. الله يجزاك بالخير يا معلم، مرة شكرا. ما سمعتوا عن قصة الكنز المدفون؟ اشتغلت السوبيا. معلم بكر، لا يكون الكلام ده برضو من ألاعيبك. والله اذا فيها فلوس انا اول واحد اروح احفر. كنز يعني ذهب وكده؟ ولا العيدية اللي اعطاني اياها العم سراج؟ هدية عم سراج، الله انها خسارة فيكم. كنز يقول لك كنز. كنز؟ يعني حناخذ ملايين؟ الله يا رب يصير عندنا ملايين كده وافتح بقايل ومحلات، اصير معلم زي المعلم سراج. تصير زي المعلم سراج؟ يا عم انت لو فكيت محل في الحارة عز الله الحارة خربت، لانك انت يا حبيبي كل البضائع اللي حتجيبها تالفة. إيش قصة الكنز يا معلم بكر؟ اقول لكم، جدي يقول لي، قال لي من زمان جدي يقول لك واحد من 50 سنة دفن كنز هنا في الحارة. فين؟ ما ادري. يمكن هذا مو كنز، هذا شيء خطير وراه سر كبير ما احنا عارفينه. يا شباب انتم ما انتم ملاحظين عزيز مختفي له فترة صح؟ اي والله صادق، صح يا شباب. صح. لازم نروح ندور العزيز وناخذه معانا، وننزل الحارة وندور على هذا الكنز اللي بيقولوا عليه. وبهذه المناسبة حسمعكم موال يا عيال يشنف أذانيكم. هيا اسمع. يا عيني يا ليلي ليل. يا عيال طيب يا عيال بكيفكم،